السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعرف على طريقة تحضير الكفتة باللوبيا الخضراء والبطاطا. نحتاج في المقادير 600 غرام من لحم الغنم، يعني على حساب الغنم ولا البقرة على حساب داكشي اللي كاين، وواحد البصلة تكون كبيرة شوية، وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود يعني الإبزار، وملعقة وربع ملعقة صغيرة من القرفة، وخمسة خمسة الملاعق ديال المقدونس ولا شويه ديال المقدونس المهم، وجوج واحد الشويه ديال الزيت العود، يعني الزيت العود ولا الزيت النباتي كما بغا يكون، وواحد البصله تكون متوسطه الحجم، وكذلك ثلاث الثومات. ومن بعد كنحتاجو اللوبيا نحتاجو فيها 300 غرام، يعني اللوبيا الخضراء، ديك اللوبيا الخضراء، وغنحيدو لها الاطراف ديالها ونقطعوها قطيعات صغار، ونص ملعقه صغيره من الفلفل الاسود يعني الابزار، وشويه ديال القرفه، وشويه ديال الكمون، وشويه ديال القرنفل، وشويه ديال القزبر، و200 غرام من الطماطم يعني على حساب جوج مطيشات ولا 3 مطيشات على حساب، ومعجون الطماطم كما كنقولوا، ونصف كوب ديال القزبر مقطع، و500 مليلتر من الماء، يعني تقريبا 2 اكواب ديال الماء، و جوج ضامات البنه ديال سميتو ديال الدجاج ولا ديال على حساب تستعملوا الدجاج تستعملوا، بغيت تستعملوا غلمي تستعملوا الغملي ديال الغلمي. وفي الاخير نحتاج 3 بطاطات او 4 بطاطا على حسب الرغبه ديال كل واحد. طريقه التحضير سهله. طريقه التحضير كنشدو داك اللحم والبصله والفلفل الاسود يعني البزار والقرفه والمقدونس، وكنشدهم ونحطهم في واحد الوعاء، وكنمزجو داك المكونات جيدا حتى تشد ببعضياتها، وكنشدو الى كرات. كنشدو داك اللحم كنكوروه الى كرات، كنشدو الزيت في مقلاة وكنحطو فيها دوك الكرات حتى كيتقلاو الى ان يصبح لونهم ذهبي، يعني اللون يضاف. ومن بعد كنضيفو البصله، وكنكملو القلي ديالنا الى ان يصبح البصل طريا، يعني حتى كيقرب يذوب داك البصله كتقرب تذوب. من بعد كنضيفو دوك اللوبيا الخضراء اللي قلنا، نمزجوها مع دوك المقادير لمده 5 دقائق يعني، وكنضيفو من بعد التوابل والطماطم ومعجون الطماطم والقزبر والماء وضامة البنه كما قلنا في المقادير. ومن بعد كنمزجو داكشي مزيان وكنخلوه على النار خفيفه لمده 5 دقائق. من بعد كنضيفو البطاطا ثم يغطى داكشي اللي درنا كنغطوه وكنخليوه جانبا على نار خفيفه ما بين 5 دقائق حتى 20 دقيقه، او حسب الرؤيه ديالكم للطبق. صافي شتو كما سميتو طاب تقاد، صافي تطفيو عليه ديك الساعه. ومن بعد كنقدموه مع الخبز ديال البرقوق او الارز على حسب داكشي، الخبز على حسب الرغبه ديال الانسان. الخبز ديالنا حنا اللي كنعرفو حنا ديال الشعير تقريبا ما كنستعملوش بزاف الشعير، ولكن قضى علينا الفرص. المهم الخبز. وهنا غنضيفوا بعض البيانات لهاد الوصفه، بعض البيانات الصحيه لهاد الوصفه. لكل 300 غرام يعني الطاقه السعرات الحراريه ما بين 438 كيلو غرام يعني غرام. وشحال فيه ديال البروتين؟ كيعطيك السي ديال البروتين 21 غرام، وبالنسبه للكربوهيدرات 23 غرام، وبالنسبه للدهنيات 29 غرام. ودمتم في رعايه الله. وجبه شهيه. اديوس اميغوس.